نعرف شوية عن نشأتك وإيه اللي خلاك يديك هذه القوة ترتبط بمصر بهذه الوطنية وهذا الحب. نبدأ ونتحدث عن الأغنية Take Me Back to Cairo. دي ألحان أندريا رايدر وكلمات جورج زلعوم، وممكن ننزل بالمونتاج صور عن مصر، عن القاهرة القديمة اللي انت بتحبها. جميل. أنا نشأت في قاهرة المعز وتعلمت منها حاجات كتير. كانت في ندوات في بيتنا ملكنا فوق في السطوح اللي بقى روف جاردن بمعنى الكلمة، فيه القلل والنعناع في القلل والليمون في الصواني. أيوة. والبلاط بتاع الروف جاردن يتكنس ويترش ويتفرش حصر، وبعدين كلمة وبعدين سجاد، وبعدين يجي 40-50 راجل من أصدقاء أبويا مرة كل شهر. كان عندي 7 سنين مثلا 8 سنين. يؤم هؤلاء الشيخ زكريا أحمد، يؤم هؤلاء زكريا أحمد ده صانع أم كلثوم، يؤم هؤلاء بيرم التونسي الشاعر الذي خشي أحمد باشا شوقي أمير الشعراء، قال له أنا أخشى على العربية من عاميتك. اللغة العامية بتاعته قد إيه رائعة وجميلة، لدرجة إن أحمد شوقي أمير الشعراء بيخاف من هذه اللغة العامية على لغته العربية. كان أحمد رامي الشاعر الكبير شاعر أم كلثوم أيضا، وكانوا كل هؤلاء يجوا، والجلسة تمتد حتى الفجر مرة كل شهر شهرين. يتقال فيها تعليقات سياسية، يتقال فيها أحاديث عن الوفد، وهو الشعب الذي كان يمثل الأمة في هذا الوقت، اللي كان يرأسه النحاس باشا، اللي كان ضد تصرفات الملك، واللي كان يسعى إلى الديمقراطية أمل كل الشعوب الناهضة. أبويا كان ياخدني في الفجر نصلي في بعض الأيام في سيدنا الحسين في المسجد، قريب من القرية قوي طبعا. وبعد ما نخلص الصلاة نتجه لشارع الغورية، ما نخشش على بيتنا ولكن نمتد قدام لحارة الروم في نهايتها. احنا رايحين فين يا بابا؟ هنروح كنيسة الأمير تدرس. ليه يا بابا؟ قال لي هتعرف بعدين. طب علمني وفهمني وأنا في هذا السن الصغير. يقول لي أن هذه الكنيسة لها راعي، وراعي الكنيسة كان بطلا من أبطال مصر، وكان بيخبي المقاتلين اللي كانوا الفدائيين اللي كانوا بيتعرضوا ليحموا مصر من الإنجليز، ويجروا ويهربوا في الحواري الضيقة، فيتوه العساكر الإنجليز وراهم، يروحوا يستخبوا في كنيسة الأمير تدرس ويخبيهم راعي الكنيسة. فهو بطل لأنه كان يعلم إن لو إنجليز عرفوا إنه بيخبي قوات المقاومة عنده هيعلقوه ويصلبوه على باب زويلة. ومع هذا كان يفعل هذا، وبقى راجل كبير. ولكن كل نور وإشراقات يا سمير يا ابني، ونروح لأن ده عيد القيامة المجيد. ويشرح لي أبوه. فأنا وأنا صغير شربت محبة الشعب المصري، شربت وأدركت بطولات الشعب المصري، قبطي مسلم مصري. أيوة. ما تفرقش، يعني دي حاجة شخصية، ولكن ما تفرقش. زي ما واحد يقول
يتعرض لإنسان يقول له لا ما تتجوزش الست دي وتجوز الست دي. لا قداسة البابا له الحق في أن يمنع واحد من أنه يتجوز واحدة معينة، ولا رئيس الجمهورية، ولا شيخ الأزهر.